بيقول لي انت ملكي. فكنت مبسوطه قوي. قصه بتقول، او البنت بعتت تسال بتقول: انا كنت مرتبطه بواحد كل ما يقول لي انت ملكي انا بتبسط جدا وابقى طايره من الفرح وابقى سعيده قوي بالكلمه. بس احنا سيبنا بعض وفي حد تاني اتعرفت عليه، فاول ما قال لي انت ملكي انا اتنرفزت جدا، ما كنتش طايقه الكلمه ومش طايقه اقول لي كده وحاسه بخنقه وعاوزه اسيبه. فبتقولي ايه الفرق؟ اشمعنى يعني؟ ليه هنا كنت مبسوطه ومستنياه يقولها وحابه اسمعها، وليه في العلاقه التانية انا كنت متنرفزه قوي؟ هقولك يا ستي، في العلاقه الاولانيه انت ما كنتيش ضامنه مكانك او مش حاسه انك معاه او ان هو ليكي مكان في قلبه او في حياته. فلما كان بيقولك اي كلمه توحيلك ان انت في حياته او انت مهمه عنده او ان هو متمسك بيكي كنت بتفرحي. العلاقة التانية هي واحد هو اللي بيحبك وادالك الأمان من الأول، هو اللي بيجري وراكي. فكلمة انتي ملكي هنا انتي بتفسريها ان انت بتأيد حريتي. واضح ان انتي لسه ما طلعتيش من العلاقة الأولانية، فأنا لسه مش عارفة أنا عاوزة ايه، وانت كده جاي تأيد حريتي وجاي تفرض مشاعرك عليا. فعشان كده انتي مش طايقة كلمة ان انتي ملكي من الشخص التاني يعني. وفي الغالب ممكن يكون عندنا مشكلة في التعلق. احنا اتكلمنا، هتلاقوا في فيديوهات كتير بتوصف التعلق. ممكن يكون عندنا مشكلة في التعلق. احنا دايما ساعات بيبقى بسبب برمجتنا السلبية او بسبب الصدمات اللي احنا مرينا بيها بنتعلق ونرتبط بالاشخاص اللي بتأذينا عاطفيا او بتعمل لنا ألم عاطفي بنتعلق بيها. خصوصا لو ادتنا شعور بالرفض ببقى بفضل ماسك فيها عشان احس بدل الرفض ده قبول، كأني بعوض كل مشاعر الرفض القديمة في الشخص ده. التاني هو جه من الاول قابلني فبتبان شخصيتي الحقيقية. كان معاكم دينا.